صباح الخير مشاهدينا. الرياضة رياضة فيها واحد بيكسب وواحد بيخسر. في المرة اللي بعديها ممكن تنعكس المعادلة دي والكسبان يبقى خسران والخسران يبقى كسبان. في الأول والآخر اسمنا بنلعب، لكن إنه يتم تسييس الرياضة، إن تتحول المباريات في كرة القدم أو خلافها إلى معارك بين أبناء الوطن الواحد، يعني ده شيء مش مفهوم. النظام السابق يعني كان من الأشياء السيئة اللي هو غرسها تسييس الرياضة. كلنا مش ناسين مباراة مصر والجزائر، وكان يعني يراد لها انها تكون منصة لتتويج الوريث، ولكن طبعا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عايزين نستعيد روحنا الرياضية الحلوة، عايزين كلنا نبقى عارفين ومتأكدين ان كلنا مصريين بنلعب مع بعض. ممكن نختلف في الآراء حتى في مجال السياسة، ولكن في الآخر احنا مصريين تحت مظلة هذا الوطن الكبير الحبيب. مش ممكن ابدا مصري يقتل مصري علشان مباراة او اي حاجة. الدم المصري على المصري حرام. في ضيافتنا وضيافتكم سيادة النائب الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى بكري، بنرحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذ مصطفى. لو اتكلمنا عن هذا الحدث والحادث الأليم بورسعيد اللي هو صناعة مصرية للأسف الشديد، يعني عايزة أعرف آخر المبادرات الاقتراحات لحل الأزمة أنا أولا عايز أقول لك طبعا بورسعيد لها معزة في نفس كل إنسان مصري. بورسعيد التاريخ، النضال، بورسعيد التي ضحت كثيرا من أجل هذا الوطن. بورسعيد دائما في الخط الأمامي للدفاع عن مصر. نتذكر نضال بورسعيد في 56 وكيف واجه شعب بورسعيد مؤامرة العدوان الثلاثي. أمامنا شهود وأسماء عديدة حتى الآن لازلنا نتذكرها ونتذكر نضالها ونتذكر كفاحها في هذا الأمر. لا يمكن بأي حال من الأحوال وصف شعب بورسعيد بالأوصاف التي نسمعها الآن، سواء عبر بعض الإعلاميين أو بعض الموتورين الآخرين الذين يهمهم بالأساس أن يكون هناك ما يشبه الحرب الأهلية بين المصريين وبعضهم البعض. السعي إلى عزل بورسعيد وإثارة بعض الكلمات وبعض المواقف وترويجها وتسويقها حول أبناء بورسعيد، كل ذلك بالتأكيد يصب في خانة المخطط الذي يستهدف تقسيم هذا الوطن إلى كنتونات وإلى طوائف وإلى أعراف. إذا لم تنجح السياسة تنجح الرياضة بالتأكيد. يعني أنا دائما أنظر إلى ما هو أوسع من الحدث في حد ذاته، لأنه إحنا قدام مخطط معلن. بعض الناس يقول لك أنتوا كل حاجة تقولوا لنا مؤامرة. لا، نحن نتعرض لمؤامرة. مصر تتعرض لمؤامرة. حتى ما حدث في خلال الساعات القليلة الماضية هو مؤامرة. عندما يكون هناك في قرار صدر من قاضي التحقيقات بمنع عدد من الأمريكيين والأجانب من السفر إلى الخارج، ثم تنتقل القضية إلى المحكمة، والمحكمة تكون في نواياها اتخاذ قرار بمنعهم، لأنه بعد قاضي التحقيق أو المحقق في هذا الأمر خلاص قرار السفر هو في حوزة المحكمة. إما تمنعهم أو تسيبهم يقدروا يسافروا مثلا، بدلا من ان المحكمة تتخذ قرار بمنعهم او التأكيد على منعهم لانهم على ذمة قضية. فوجئنا بالقاضي او بهيئة المحكمة تتنحى. وانا في تقديري ان هذا التنحي جاء لاسباب معينة تقول ان هناك تدخل في شأن القضاء في هذه القضية. ممن بقى مين اللي بيتدخل في شأن القضاء؟ يعني حتى الان يقال ان قاضي كبير اتصل بهذا القاضي. طب من الذي اتصل بالقاضي الكبير؟ هذا سؤال، لأن هذه قضية تمس الكرامة المصرية وتمس استقلال القضاء المصري. بعض الناس بيقولوا والله الحسابات السياسية والأمريكان والضغوط والأوروبيين وقفوا مع الأمريكان ضد البلد ومش عارف بيعملوا إيه ومش هيجيبوا قطع غيار سلاح وبتاع. فتحوها للقضية من الأول ما دام هي فيها حسابات يا أستاذ مصطفى. بالضبط. حتى ذلك الأمر أنت عليك أن تتوقع منذ البداية هذه الضغوط، وعليك أن تواجه هذه الضغوط بكل قوة. ما نبقاش احنا بنستنهض الأمة كلها وبنوصف ما يجرى بأنه مؤامرة وتجسس، وهو مؤامرة وتجسس. يعني حتى الحيثيات المقدم بها هؤلاء هي في النهاية يعني ايه، خالف مش عارف ايه ولا تلقى اموال ايه. هذه قضية تخابر ضد هذا الوطن. انا النهاردة لما فرق يا سيدي لسه الكلام يتداول والطائرة الامريكية تصل الى القاهرة كأن هناك اتفاق. تعالوا يا امريكان خدوا اولادكم وامشوا. طب بعد كده كيف أأمن على الوطن؟
كيف أأمن على أمني واستقراري واستقلال قضائي. هذه الثورة قامت ضد كل ده. طب النهارده لما يجي هذا التصرف أيا ما كان من الكبير للصغير، لا أستثني أحدا، لكنها جريمة في حقي وفي حقك وفي حق استقلال القضاء. اطلعوا قولوا لنا ايه اللي حصل بالظبط، عايزين نعرف. ما انا عايز اقول لحضرتك، وانت في المطبخ البرلماني قد تكون صفقة سياسية تمت من تحت الترابيزات زي ما بيتقال. انتهى عهد الصفقات. انا قدمت طلب بيان عاجل بالامس وطالب فيه رئيس الوزراء وزير عدل وزير خارجيه يجوا البرلمان ونعقد جلسه عاجله. قلنا ايه اللي حصل، لان هذا تطور خطير جدا، واذا كانوا مش واعيين لخطوره هذا الامر. طبعا بعض الناس، يمكن وانا قاعد في الاستراحه، بعض الناس بيقول اصل الضغوط الامريكيه والضغوط الاوروبيه وقالوا مش هيغيروا قطع السلاح والمعونه، فلتذهب المعونه الى الجحيم. ايه 1.3 مليار دولار؟ الشيخ محمد حسان قادر على انه يلمهم في 5 دقائق. المصريون وهم قاعدين، هذا الشعب العظيم يستطيع ان يتحدى ويستطيع ان ياخذ بكل قوه. ولذلك نحن في البرلمان دعينا الى جلسه عاجله وفوريه، عايزين نعرف ايه اللي حصل. طب اسمح لي استاذ مصطفى، معانا اتصال من الاستاذ مجدي الشامي. الو، صباح الخير. صباح الخير. رئيس ائتلاف تجار بورسعيد، اهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. اهلا بك يا فندم. اتفضل. يعني لو نتكلم عن الازمه اللي كانت في بورسعيد وتداعيات الازمه في الحقيقه، عايزه اعرف الوضع دلوقتي في بورسعيد وانتوا شايفين المساله ازاي؟ احنا اولا بنشكر ضيوف حضرتك. صباح الخير يا مصر. صباح الخير. طبعا ده استاذنا كلنا وعارف نضال بورسعيد ازاي، وعارف بورسعيديه. ربنا يخليك. الشعب البورسعيدي اصلا المعدن بتاعه الاصيل والكرامه والعزه، وحضرتك عارفه ان احنا يعني شعب مسالم بالنسبه وشعب في نفس الوقت لما بنقلب يعني على المعتدي او التدخل الاجنبي، الشعب يعتمد عليه. نعم. حضرتك الحادثه اللي حصلت دي طبعا سابت اثر سيء لدى جموع مصر كلها، واحنا مالناش ذنب طبعا. احنا طبعا بنطالب بالقصاص زي ما اي واحد وطني بيطالب بالقصاص. طيب طمنا استاذ مجدي، يعني بما ان حضرتك رئيس